ماذا تقدم المملكة المغربية الشريفة إلى القدس الشريف؟ هذا كان أنا سؤال وجهته إلى أخت في القدس اليوم. قلت لها بس بدي أعرف شو المغرب بتعمل في القدس، شو بتقدم للقدس، مش امبارح، اليوم إحنا شو المغرب والشعب المغربي بقدم لنا كفلسطين وبقدم لصمود القدس. وأعطتني 8 نقاط. وهذه يا أخوان أنا صرت مهتم في الشأن المغربي والمغاربي كله، بس من شان كيف مين هذول الناس اللي بيطلعوا بيشتموا، شو مصلحتهم يطلعوا يشتموا المغرب. فبس إلى هؤلاء المرتزقة بدي أقولكم، إذا أنت فلسطيني وبتحترم فلسطينيتك وأنت إلك أهل وأصل وفصل، اخجل على حالك تشتم المغرب، اخجل. خلينا أقول لك ليش. أول شغلة، من كل الدول اللي بتدعم القدس مجتمعة ما بين العربية والإسلامية، المغرب تدعم ب87% من الدفعة. يعني العالم كله بدفع قسط، والمغرب لحالها بتدفع 87%. 2، اهتمام خاص للقدس البلدة القديمة، فقامت بترميم وتأهيل 7 مساجد بالبلدة القديمة، وتمكنت من اقتناء 4 عقارات و4 حقوق منفعة لأراضي تم وقفها لفائدة دائرة الأوقاف الإسلامية لتحويلها لمدارس أو مرافق خدمية ولحمايتها من التسريب لليهود. المغرب بتحمي في عقاراتنا وبتحمي فيها من إيش؟ من التسريب للعدو الصهيوني. هي 2. 3، قامت بترميم وبتأهيل عقارات في القدس القديمة، بالقدس القديمة، وعددها 4000 عقار لحد الآن. المملكة المغربية قائمة بترميم 4000 عقار. هذا مش مني، هذه مثبتة ومعلومات بتلاقيها في الأوقاف الإسلامية في القدس. مشروع إرشيف البلدة القديمة بالتعاون مع مؤسسة الإرشيف الوطني الفلسطيني، وجمعت عشرات الوثائق والصور والخرائط وضمتها لمكتبتها الوثائقية في الرباط، وتعمل كل سنة على إصدار عدد من البحوث والدراسات المتخصصة لإبراز التراث الديني والحضاري لمدينة القدس. يعني برضو ثقافيا وتاريخيا بتروحوا بدوروا على وثائق وبطلعوا نسخة سنوية مشان يذكروك بقدسية القدس وبهويتها الإسلامية. 5، ويبقى بيت المغرب من أهم عقارات المدينة التي تمت حيازته، وهو عبارة عن عقار تاريخي قديم في ممر الآلام بالبلدة القديمة، اقتنته الوكالة بتمويل كامل من المملكة المغربية بحوالي 5 ملايين دولار. تم ترميمه وتأهيله بالطابع المغربي بميزاته بلغت مليوني دولار. 6، منذ عام 2007 تم التوقيع على اتفاق إطار للتعاون مع مجلس إسكان القدس، وهو برنامج للقروض الدوارة الموجهة لإسكان الفقراء والمهمشين، ورصدت له الوكالة غلافا ماليا يناهز 5.3 مليون دولار. يعني كل واحد مهمش مش قادر يسكن، المغرب بتقويه في القدس الشريف. 7، مساعدة المؤسسات التي تعني بذوي الاحتياجات الخاصة. عندهم مؤسسة للناس اللي عندهم مش قدرات فيزيائية ومشاكل على مستوى الاحتياجات الخاصة بالساعد. 8، دعم برامج المؤسسة الخيرية الإنسانية من خلال توزيع معونات على المحتاجين شهريا، بالأعياد، وبتقدم في الأعياد وفي المناسبات الدينية. فكل هذا المرتزقة اللي بتطلع، أول إشي سألناكم سؤال: من أنتم؟ لماذا المغرب؟ شو هدفكم من شق الصف والعلاقة وجسر المحبة بيننا وبين أخوتنا الداعمين لقضيتنا الفلسطينية بلا كلل ولا ملل؟
لليوم هذا. ومن أنتم يا أخوان؟ يعني لما تيجي أنت تقول لي أنا فلسطيني، ممكن تعرف على حالك؟ كل إنسان بيحترم الأمن القومي الفلسطيني أو بيخاف على الأمن القومي الفلسطيني. علاقتنا مع المغرب الشقيق، مع المملكة المغربية الشقيقة، هي أمن قومي فلسطيني. فمن شان قبل ما تيجي تزاود، في ناس بيزاودوا لك بالشعارات، في ناس بيعملوا بالعمل. فكل إنسان بده يحكي ضد المغرب، تأكدوا من هو. نحن ممثلنا منظمة التحرير الفلسطينية المتمثلة بقيادة الرئيس أبو مازن، وبيمثلنا وزير خارجيتنا السيد رياض المالكي. كل هؤلاء المرتزقة اللي بيطلعوا من غير اسم ومن غير عنوان وبشتموا وبنتهكوا في الأعراض ليس فلسطينيين، ولا يمثلوا فلسطين، ولا يرتبطوا لفلسطين، وهم أجندة مدفوعة ومرتزقة وموجهة وبيشتغلوا عند عالم احنا بنعرفهم جميعا. تحياتي إلى المغرب الشريف، إلى الملك والشعب الحبيب المغربي، ونحن نقول لكم: القافلة تسير والكلاب تنبح والشمس لا تغطى بغربال. انتم أخوتنا.